البرنس شاب مصري. يا اسلام تعال. حذر جبت لك ايه؟ جبت لك تعبان. عايزة اشوف. طب استنى بس ناكله الاول عشان انا لسه جايبه اكيد تعبان وجعان، فهات له اكل بس ياكل وبعد كده انا اطلعه لك. هو بياكل ايه؟ تعبان يا اسلام هيكون بياكل ايه؟ مفيش معلومات خالص. اكيد بياكل بيض. اجري يا بيضه من التلاجه، يلا وهات طبق صغير. تعال. اه اه تخافش منه، انا خليت عمو يكسر لك سنانه، هو كده مش بيعض خالص. همسكه من راسه. امسك كده، امسك كده، ايوه بس. شاطر، خليك. ايه، كل كل مش راضي ياكل، ده مش راضي ياكل. في تعبان ولا ايه؟ طب امسك كده، كلم واحد. الو استاذ فارس. ايوه معلش انا بس عايز اسالك حضرتك على حاجه، انا اشتريت تعبان من السوق من واحد اسمه رامز، تعبان اسمه سرور، ابو السيور، ابو السيور. قال لي اكله بيض، بحاول اكله دلوقتي مش راضي. التعبان ما بياكلش بيض؟ مفيش معلومات في دماغك؟ او ما بياكلش بيض؟ طب اكله ايه؟ فئران وسحالي؟ تمام. طيب ماشي، الف الف شكر. شكرا، مع السلامه. نصب علينا يا عم الراجل اللي بعلينا التعبان. فصل الصيف ابتدى الحمد لله، والزواحف ابتدت تخرج من بيتها الشتوي. ففي الفترة دي هتلاقي في السوق أنواع كتير جدا من الزواحف، من ضمنها أنواع تعابين مصرية. التعابين المصرية كل تعبان فيها ليه جماله، زي ما احنا هنا بنتمنى أصلة، بره بيتمنى تعبان أبو السيور يزين بيه مجموعته. فما نستهونش بأي نوع تعبان مهما كان رخيص أو غالي، مش هي دي الحاجة اللي تحدد أهميته. دي روح هنتسأل عنها، وفي نفس الوقت كل حاجة ليها جمالها. كل حاجة مهما كانت بسيطة ليها جمالها، ليها سلوكها، ليها اسلوب اكلها. ف يا ريت قبل ما نجيب اي حاجة نقرا عنها، نعرف هي بتاكل ايه، نعرف هي بتشرب ايه، نعرف هي بتعيش ازاي. في فيديوهات كتير باذن الله هنعملها بعد كده، هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، عن بيئة كل تعبان، عن فرش حوضه، عن المخابئ بتاعته، عن اضاءته، عن اسلوب اكله، عن اكله ايه هو. بس هنقول دلوقتي نبذات بسيطة عن بعض انواع علشان اللي يحب يشتري حاجة. في نبتدي بأسهلها في التربية. تعبان أبو السيور. تعبان أبو السيور من التعابين الزراعي، هتلاقيه منتشر كتير قوي في السوق. سعره ما بيبقاش غالي، ومن أكتر الحاجات اللي ممكن تتأقلم عندك في الأسل. ممكن ياكل فئران، ممكن ياكل سحالي، ممكن ياكل عصافير صغيرة. تعبان أبو السيور من التعابين المنتشرة قوي في مصر، بس تعبان جميل، وده أحسن حاجة ممكن هاوي مبتدئ يبتدي بيه. في حاجات تانية بعديه. الجداري أو التعبان شبيه القط. التعبان ده سلوكه غريب، ليه حركات بينفرد بيها. شكل جسمه سبحان الله جميل، راسه هتلاقيها عريضة شوية، عينيه شكلها مختلف. تعبان من التعابين اللي تعشق إن أنت تربيها. في منه كذا لون، بيبتدي من أول الزيتوني لحد الأحمر اللي ممكن لو رفعته كده في الشمس تشوف أمعائه فيه. التعبان ده بيتغذى على الفئران، بيتغذى على الأبراص، وعندي الحمد لله أكل كتاكيت، ودي حاجة نادرة شوية إن هي تحصل. ف تعبان جميل. في حاجة تانية. في الأرقم. الأرقم ده ما احبش حد مبتدئ
يبتدي بيه، لان هو في انواع، يعني في منه بيبقى سلوكه شرس شويه او عدواني شويه، برغم من الوانه تحفه. التعبان ده صحراوي، في بيجي من بني سويف، في بيجي من سينا، في بيجي من مطروح، واجملهم سينا لان اشياته بتبقى لونها احمر قوي، والوانه بتبقى مختلفه عن اي تعبان بيجي من اي بيئه تانية. فالارقم تعبان جميل، بس ممكن نخليه قدام شويه، مش لازم نبتدي بيه. في بقى الحاجه ابو العيون او الكوبرا الكاذبه. ابو العيون بيعمل نفس سلوك الكوبرا، بيشرع يقف. ده ما انصحش بيه لاي حد مبتدئ، لان ممكن سلوكه يخوفه او ما يعرفش يتعامل معاه كويس. سموه ابو العيون لان لو بصينا كده هنلاقي جنب العين في نقطتين شبه العينين، فلو بصينا من قدام هتحس انه ليه 6 عيون، عشان كده سموه ابو العيون. ده من برضو التعبين الصحراوي. هو عندي اكل فراخ بس ما اكلش حاجه تانية، ف جميل. في الحاجة اللي أنا بعشقها بصراحة آه الساند بوا. الساند بوا أو الدساس زي ما احنا ما بنقول. آه عندي أكل فران. ده من التعابين الصحراوي. التعبان ده عنده المقدرة إن هو يدفن نفسه كامل تحت الرمل زي السحالي. التعبان ده ممكن تأكلوه سحالي الجرية اللي هي الصحراوي، ممكن ياكل فران، ممكن ياكل أبراس، بس عندي أكل فران بس. وعايش بقاله موسمين ما شاء الله زي الفل. ف في انواع تانية كتير زي البسباس، هرسين، خضيري، في انواع تانية كتير قوي. بس قبل ما نشتري اي حاجه زي ما قلنا لازم نقرا عنها، لازم نفهم هي بتاكل ايه، هي بتشرب ازاي، لان دي روح وهنتحاسب عليها. وكل حاجه ليها جمالها. فلو حابب تعمل مجموعه مش هينفع كلها تعيش في مكان واحد، لان كل حاجه ليها احتياجاتها، ليها بيئتها، ليها مخابئها. ف يا رب اكون فدتكم بحاجه بسيطه، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتشرح لكم حاجات تانية كتير قوي. ويا رب اكون فدتكم، وتابعوني في اللي جاي ان شاء الله في حاجات تانية جميلة وجديدة.